الاربعاء الصباح كلاي بي بي جي يخرج من المحكمة الابتدائية بتونس منتصر. فرحة كبيرة عند أصحابه وعائلته وجمهوره. فنان الراب في تونس عدى مدة إيقاف صعيبة 4 أيام من نهار السبت بين التأويلات الإعلامية بين حملات المساندة والتشكيك. شنو اللي يخلي فنان عنده جمهور كبير يوصل يتوقف؟ هل فما حملة واستهداف لكلاي بي بي جي؟ شنو تعلم من اللي صار؟ بعد 14 جانفي اسم أحمد العملي والبيبي جديد شهر كلاي بي بي جي بكلام قوي وأحرش ضد السيستم. هكا قدم روحه من أول نهار وبقى شادد صحيح في كلامه. كلاي بي بي جي على اليوتيوب ظاهرة غريبة المتابعين ليه بالملايين. وطفت ناري يا تونس مع افتكاري فيكي طال انتظاري مهما كسيتي خشمي ما يطيع وشك وكان الرب العالي قلميتك الناس كما قلاي عادي. للأسف حجم المتابعة ما بدلتلوش حياته. كلاي بقى محبط من 3 حاجات: من الثورة اللي ما بدلت حتى شيء في البلاد حسب كلامه، من الأصحاب والأحباب اللي بعضهم دار عليه وانكر الجميل، إجانا نسوي اللي صار هكا صاحبي شقال قلبي طوعني مخي عرضني صار بيناتهم شجار. من وزارة الثقافة والمسؤولين في البلاد كلاي بي بي جي يلقى روحه بقدرة قادر ممنوع من المهرجانات وقت اللي يغير ويتبرمج بكل سهولة وبشكل شبه يومي في الصيف. بعطوني من العروض وما بكيتش حقي في جوبكم ما خديتش واللي ما يحبوني نسمح وننسخ. رغم كل شيء كلاي بي بي جي مكمل، مش قاعد يعمل في برشا فلوس، اما الجمهور نتاعو يكبر ويزيد. ما كنا بلاد مسرحية واقع مش لفق يما تمثل مليح ولا شد كرسي وصفق علي قاعد يمثل عليك نافق وانت ماشي بالقلب شافق خلط لمارك طيحت كارك انت عملته بيديك موافق. من عامين في مهرجان الحمامات كلاي يتوقف على المسرح مع ولد الكنز. التهمة كانت بالأساس الكلام اللي قاعد يقول فيه في غناياته على رجال الأمن. فترة صعيبة برشا عديها ولد الكنز وكلاي بي بي جي. الاستئناف يخرج كلاي وصفحة التطوير. يرجع أحمد كلاي بي بي جي للموسيقى، المرة هذه أقوى أعنف، يبعد على الإعلام ويكثر من الكلاش والنقد. كل شيء كان عادي حتى نوصل لنهار السبت اللي فات كلاي يتوقف. حملة في التلفز، في الإذاعات، على الانترنت، الأخبار انتشر إيقاف كلاي بي بي جي. الكليب نتاعو يعملوا دي مليون دو فيو، ما فماش واحد ما يعرفوش معناتها، وهذاك علاش وقت اللي سمعنا بانه هو تشد. سيب الفنانين برشد الارهابيين. مثقفين سياسيين ناشطين في المجتمع المدني يعملوا فيديوهات وجوههم متغشى لكلهم كلمة واحدة: سيب كلاي. سيب كلاي. التفاعل من تونس ومن العالم، من الجزائر، من فرنسا وحتى فلسطين. فري كلاي، سيب كلاي. كلاي شدوه البوليسية وهم يطاردوا في المشبوهين في حومته، هزوه للمركز يحقوا معاه بعد ما اتهموه اللي هو متعاطي الزطلة، والدليل طرف زطلة لقاوه في القاع بحداه. فترة صعيبة عداها كلاي بي بي جي هو وصاحبه سنايبر رابر، مصيرهم ينجم يتحدد في أي وقت. ربي دار الحق يا ابو حميد، ربي دار الحق اليوم. نهار الأربعاء الصباح كلاي يخرج من غير ما يتعدى على القاضي. خلاف بين الأمن اللي وقف والنيابة العمومية اللي سيبت واللي تعتبر الملف فارغ والتهمة غير حاصلة. كلاي يخرج للشارع. رجال الأمن يتدخلوا باش يغيروا مسيرة الفرحة بخروج كلاي من غير حتى مشاكل. الولاد يتفهموا الطريق الباب جديد قصير برشا. الإفراج صار وكلاي خرج لعائلته واصحابه. الوجهة على الساقين للدار من محكمة الباب جديد، مظاهرة لكلها شعارات وغنايات بتاع كلاي. احنا في باب جديد، دار كلاي بي بي جي، ناس كل تعرفها حومة عربي معبية بالأصحاب والأحباب، الناس اللي لقات الدار محلولة تستنى فيهم. جيبوا له بلاكة يحب السكاكة وكيف عادي غير الراكة. هذه دار كلاي، دار صغيرة أما كبرت بحب الناس. لهنا الأصحاب والأحباب حتى الناس اللي كانوا مختلفين معاه لقيناهم. هذا بسيكو ام جيجيا حمزاوي قدام الفرحة المشاكل والخلافات كلها تتنسى ولو مؤقتا. ما يغلبوناش، ما يغلبوش لحوم برشا.
هما معاهم الباطل، نحن معنا ربح. وكفوا عن صناعة البروباغندا، معناها هو تمييع قضايا أبناء الشعب. اما راهو كلا يروح خاطره معروف، حتى زاد صحابنا الزوز يروحوا لازم كيف نعلم به اللي تخيبوه. الفرحة ما تمتش اليوم، ما تم الفرحة إلا ما يتنحى حكم السطلة من تونس. كلاي يعمل اجتماع في بيته، هذه بيت كلاي اللي هنا تولدت برشا غنيات، كل تركينا شاهد على وجيعة وغسرة وفرحة. كلاي بي جي يستوعب نهارتها في اللي صار، ويحكي هو وسخون على تفاصيل الإيقاف نتاعو، يخلط حكاياته بغنياته اللي ركبت مليح على اللي صار. من غدوة كلاي بي جي يمشي للتلفزة بعد ما قاطع وسائل الإعلام، لكن عمل نهارتها الاستثناء لأنه حب يشكر الناس اللي وقفت معاه ويحكي للناس وللجمهور الكل على اللي صار ويعدي ميساج. المشكلة نتاعنا اليوم كرابريات رانا ما نحاميوش على الزقلة برك، نحاميو على أي عبد مظلوم، على أي قضية نشوفوا فيها الغلط. راهو مشكلتنا من الزقل، هذيك حاجة من الحاجات اللي ندافعوا عليها. اللي صار باش تحكي فيه راب موزيكا نحكي. انا جيت راهو اليوم باش نوضح للجمهور نتاعي، واخترت الهدايا. قلت لك نعاود لك مره اخرى خاطر هذا البرنامج الوحيد اللي تبنى قضيتي، وهذا اخر انترفيو في الاعلام باش ارجع سبان كالعاده معناتها. كلاي بي جي يعدي مرحلة صعيبة في حياته، تجربة يمكن تعلم منها برشا حكايات. يرجع من بعد بستيلوه للاستوديو نتاعو، غادي عنده ما يحكي برشا، ويمكن خير من اللي قالوا قبل في التلفز. ربي خلص اللوحة اللي يحوم.